أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحطة 16 من قطار دورينا، دوري نجوم العراق موسم 25 26. طبعا القاسم يضيف دهوك في مباراة مهمة للفريقين عنوانها النقاط الثلاث. ملعب النجف طبعا هو من يحتضن ويضيف هذا اللقاء، لقاء مهم للفريقين. طاقم تحكيم اللقاء محمد صادق، ساعده ولا حسين محمد شاسب، وهناك في الفار ايضا احمد جمعه وجهاد عطيه، والمقيم عبد الكريم السعدي. توفيق للفريقين، لنادي القاسم ونادي دهوك. وضعية الفريقين طبعا نادي القاسم في المركز الأخير بنقطة، قاسم يعاني أمام دهوك بالمركز 11 ب 22 نقطة. إذن صقور الجبال القادم من الشمال إلى مدينة النجف ليواجه نادي القاسم. مباراة مهمة للفريقين، خاصة ما علمنا بأن دهوك يبحث عن النقاط الثلاث، وأيضا القاسم ليعاني وفي المركز الأخير وفي يعني جعبته نقطة وحيدة. يحاول مغادرة المركز الأخير وبالتالي الإبقاء على حظوظه في دوري النجوم. فريق الضيف دهوك بالأصفر، وننتظر صافرة الحكم محمد صادق صاحب ال 43 سنة يدير أول مباراة للفريقين هذا الموسم. بداية اللقاء إذا نادي دهوك بضيافة نادي القاسم، دهوك بالأصفر، ومدربه السيد عبد الغني شهد. يلعب دهوك بعلي ياسين بحراسة المرمى، هناك خالد كردغلي خادم رسول، يوسف إمام، سيبند عقيد. بالوسط هارون أحمد عادل، بيتر جورجيس، ويتواجد أيضا المنذر العلوي اللاعب العماني، وفي المقدمة السنغالي سامبو والتونسي يوسف بن سودة. أما نادي القاسم بالسلامة طبعا لعلاء محسن، عبد الغني شهد طبعا مدرب نادي دهوك بالصورة، نادي القاسم بقيادة المدرب جعفر طالب المدرب المساعد، هو طبعا في المنطقة الفنية، وهو من يقود نادي القاسم في هذا اللقاء. الانطلاقة من اليسار جعفر طالب المدرب المساعد، يلعب بعلي جاسم بحراسة المرمى. خط الدفاع طبعا هناك أحمد ناجي، كرار علي حسن، محمد سعيد. بالوسط اللاعب اليمني يوسف الحيمي وسيف الدين الظاهر. هناك يتواجد أيضا موزنكو لوكمبي وإيلي سو. هنا طبعا جعفر طالب دكتوراه طبعا بعلم الاجتماع، هذا المدرب المساعد. وفي المقدمة يلعب علاء محسن وفرانك سيدريك. توفيق لنادي القاسم ولنادي دهوك في هذا اللقاء. ملعب النجف هو من يضيف هذا اللقاء. انطلاق الآن من اليسار، راجع الكرة بالوسط، أحمد عادل يلعب الكرة لخادم رسول. انطلاقا من سيبند عقيد، يحاول نادي دهوك يعيدها لخادم رسول، لاعب السنغالي، عنده هدف على زاخو. تلعب الكرة دهوك قادم من تعادل جيد مع الزوراء، بينما القاسم قادم من خسارة من نادي الموصل بهدفين مقابل 3. هذا يوسف بن سودة، لاعب اللي لعب لنادي أربيل طبعا، وسجل على أربيل في لقاء أربيل مع دهوك، اللقاء اللي انتهى طبعا
لنادي أربيل بهدفين لهدف. من سجل الهدف الوحيد هو يوسف بن سودة لنادي دهوك. علي جاسم حارس المرمى اللي لعب طبعا لنادي نوروز. بالوسط هارون يلعب الكرة من هناك الانطلاقة، يحاول العماني التمرير، أحمد عادل لخادم، خادم يلعب الكرة. هذا اللاعب الأبرز وهداف الفريق ب6 أهداف بيتر جورجيس، لكن القطع للكرة الآن انطلاقة من فرانك سيدريك لاعب الكاميروني. سبق اللعب لزاخو لديالا للكهرباء، محطات كثيرة لهذا اللاعب. بالوسط المحاولة من سيف الدين ظاهر، الدفع والخطأ، حرة مباشرة، حرة مباشرة بالسلامة للكاميروني طبعا فرانك سيدريك. حرة مباشرة. الحكم أول لقاء يديره للفريقين الحكم الواضح بالصورة محمد صادق. حكم درجة أولى منذ 2010 بكالوريوس تربية رياضية، بينما هنا الكاميروني فرانك سيدريك. والخطأ حرة مباشرة. عبد الغني شهد طبعا أتى خلفا للبرازيلي فارياس. هذا علي ياسين لاعب للزوراء ولاعب للنفط، حارس مرمى نادي دهوك. خطأ الآن، عالية الكرة كانت من محمد سعيد، تقطع هذه المرة. منذر العلوي يقطعها بالوسط، سيف الدين ظاهر، كرة اللعب. حاول الآن يعيد الكرة لاعب شادريك لوكمبي لاعب قادم من الكونغو، بينما هنا محمد سعيد. عالية الكرة، علام حسن قريب، راجعة من هارون. الانطلاق الآن العماني المنذر العلوي لدهوك بالمباشر تلعب، كانت من بن سودة إلى السنغالي سامبو. قطع للكرة، الانطلاقة من هناك لاعب السوري حاول، الظهير الأيسر كردغلي. كرة بالوسط، انطلاقة دهوك. منذر العلوي ينطلق إلى بيتر، تحضير الآن وخطيرة، لكن طالت على سيبند عقيد. طالت الكرة. دهوك يحاول منذ البداية أن يسجل. هذا أحمد عادل لاعب نادي دهوك. دهوك ب 22 نقطة. دهوك فاز ب 6 مباريات. هذا اليمني يوسف الحيمي، لكن القطع دهوك فاز 6 مباريات، تعادل 4 خسر 5، 22 نقطة. بينما نادي القاسم فريق الوحيد بدورنا اللي ما حقق الانتصار، وكل الأرقام السلبية لهذا الفريق. وانطلاقة لدهوك، لكن القطع هذه المرة من علي حسن. أحمد ناجي إلى الأمام، تماس لنادي دهوك. هذا علي حسن قطع الكرة، بينما هنا كان بالصورة سامبو لاعب السنغالي. انطلاق الآن منذر العلوي، خطيرة خطيرة لخالد وسيبند، فكرة جميلة لكن إلى خارج الملعب، ما كانت قوية الكرة.
نادي القاسم والأرقام السلبية، الفريق الوحيد اللي ما حقق الانتصار بدورنا ونحن في الجولة 16، تعادل مرة وخسر 14 مرة. هنا اللاعب الأبرز هارون أحمد قائد نادي دهوك، اللاعب اللي يقدم مستويات رائعة. القاسم أضعف خط دفاع بدورينا ب 36 كرة. اليمني يوسف حاول بالكرة، قطع من يوسف آخر، هو يوسف الإمام. عندنا 3 يوسف، واحد يمني، واحد عراقي، وواحد تونسي. عندنا بدهوك يوسف الإمام ويوسف بن سودة، بينما يوسف الحيمي لاعب اللي سبق أن مثل نادي نفط ميسان يتواجد مع نادي القاسم. جعفر طالب المدرب المساعد بنادي القاسم. انطلاق الآن، منذر العلوي هداف الفريق ب6. بيتر عيد الكرة، هارون عالية، سيبند قريبة جدا، الإبعاد من كرار علي لاعب المنتخب الأولمبي. راجع الكرة أحمد عادل، بيتر وخطير إلى ركلة مرمى. 6 أهداف لبيتر قرقيس هداف الفريق، 2 على القوى الجوية، 2 على نوروز، وعندنا هدف على نفط ميسان وعلى أمانة بغداد. أضعف خط دفاع نادي القاسم ب 36 كرة في شباك. أضعف خط هجوم أيضا نادي القاسم، فقط مسجل 4 أهداف. أمامية الكرة بالوسط، هارون يلعبها من هناك للعماني المنذر العلوي، لعبة للزوراء، أحمد عادل، بيتر تسديدة قوية، حاولت القطع هذه المرة. سيف قريب على محسن، حاول بالكرة، التمريرة الخطيرة، خطيرة خطيرة خطيرة، أوه مرت كرة خطيرة إلى ركنية أولى. هذا العماني، هذا المنذر العلوي. بينما هنا عبد الغني شهد حصل على الدرع مع نفط الوسط في 2014. النقاط الثلاث طبعا هي الهدف. يحاول نادي دهوك التسجيل مبكرا، بيتر عالية والرأسية إلى ركلة مرمى. حاول يوسف الإمام، بينما هنا محمد سعيد لاعب الديوانية السابق، لاعب نفط ميسان. 15 مباراة. التسديدة الخطيرة كانت من المنذر العلوي. هذا عبد الغني كان مدربا للزوراء في بداية الموسم، وبعد ذلك أتى لتدريب دهوك. وعلى فكرة النقاط ال 22 عبد الغني الشهد هو من حصل على النقاط، لأن دهوك بدأ بداية سيئة وبداية غير جيدة في بداية الموسم. تصور عزيزي المشاهد، أول 4 لقاءات 4 خسائر مع البرازيلي فارياس، لذلك تمت إقالته وأتوا بالمدرب عبد الغني شهد. دوك المباريات ال4 خسر من القرمة طبعا 0-1، 0-2 من الشرطة، 2-3 من الكرك، وخسر من الطلبة ب1-2. أمامية الكرة، يوسف لعبها، راجع علي علي ياسين، علي مع السنغالي خادم رسول، بالوسط أحمد عادل، هارون، بالسلامة 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 لهارون أحمد، كابتن طبعا نادي دهوك.
السلامة، واحد من الأسماء المميزة، قدم مواسم جميلة مع نادي دهوك. يبقى القرمة بالصدارة 33 نقطة، إربيل 32، الشرطة ثالثا 32، طلبة 31، قوى الجوية 31، وعنده مباراة مع الموصل. إذا ما حقق الانتصار سيرتقي الصدارة. عبد الغني شاهد وهارون، لاحظ هذه اللقطة. السلام لهارون أحمد. أول لقاء جمع الفريقين في 2022 كان التعادل السلبي، بينما الموسم الماضي حلوة لهذه الجماهير، جماهير دهوك قطعت مسافات طويلة من دهوك إلى النجف، حلوة لهذه الجماهير، محبة والمؤازرة لصقور الجبال. بالسلامة، أعتقد ما يكمل، ربما هناك تغيير أول اضطراري للسيد عبد الغني شهد مدرب نادي دهوك. الموسم الماضي طبعا كان 2-0 لدهوك، كان كريم درويش والشرقي البحري ما موجود، اثنينهم ما موجودين. بينما بالمرحلة الثانية فاز القاسم 2-1، كان حيدر ماجد والحارث حاتم، والهدف الوحيد لدهوك سجله بيتر جورجيس. انطلاق الآن، فرانك سيدريك يحاول، الكاميروني لنادي القاسم ينتظر محمد سعيد، حاول يلعب الكرة، سيدريك والراية والتسلل. هذا الكاميروني ظروف صعبة يمر بها نادي القاسم على مستوى الأمور المالية والإدارية. غيروا الآن صفاء يشترك، صفاء هادي لاعب الدولي السابق، لاعب اللي لعب للكهرباء ولعب للزوراء. بالنسبة لي صفاء، انطلاق الآن مع دوك، كرة اللعب، أحمد ناجي أمامية، انطلاقة، المحاولة، خادم رسول لبيتر، صفادي، كرة اللعب، محاولة الآن بالوسط، أمامية الكرة، بن سودة، يوسف يحاول عاد لي الكرة. طبعا يحاول نادي دهوك الوصول إلى هذا صفا اللاعب الدولي السابق. وهنا جعفر طالب اللي يتحدث بالمؤتمر الصحفي، يقول نسعى للعودة وتحقيق نتيجة إيجابية وللخروج من قاع الترتيب، لكن المهمة صعبة يا جعفر يا طالب. بيتر عالية لدوك، والرأسية كانت من سامبو،
هدفين لهذا اللاعب السنغالي، سجل على النجف وعلى الميناء. بولي سامبو لعب للوداد المغربي، خطيرة كانت لإدهوك. محاولة الآن، لاحظ اللقطة الماضية، العلوي كردغلي قريب، راجع الكرة، يوسف الإمام، محاولة الآن، بيتر، راجع لي أحمد عادل، القطع هذه المرة من كرار، صفاء هادي، العلوي، والخطأ حرة مباشرة لمسة يد هذه المرة. هذا المنذر العلوي، أحمد ناجي بالصورة، ظهير الأيمن، شوف المحاولة، فريق الوحيد اللي لم يحقق الانتصار في 15 مباراة، 14 خسارة، لكن الأقصى كانت أمام الشرطة بهدف مقابل 7 أهداف للشرطة بالنسبة لنادي القاسم، وعنده تعادل وحيد مع الغراف. بالتعادل السلبي كان في الجولة الرابعة، قام سلبية لهذا الفريق على محسن، لاعب القادم من نفط الوسط، ولعب للكهرباء وللنجف وللقاسم. الانطلاقة، سدرك يحاول يحاول يحاول، ولكن طالت الكرة. هذا اللاعب شادرك لوكمبي، قادم من الدوري المغربي. سيبند، سامبو، والخطأ، حرة مباشرة. حرة مباشرة ل دهوك صفاء، لاعب اللي اشترك بديلا طبعا لهارون أحمد اللي ترك المباراة بداعي الإصابة. منذر العلوي، انطلاقة لنادي دهوك، لكن القطع من أحمد ناجي، حاول بالكرة. العلوي، محاولة خطيرة، والكرة إلى الركن. كان يوسف بن سودة، وبالسلامة للاعب نادي القاسم. هذا يوسف بن سودة تونسي، لاعب أربيل السابق. شوف الانطلاقة، اصطدت بسيف الدين ظاهر، بينما هنا الحارس علي جاسم. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، بعد من دفاعات نادي القاسم. هجوم الآن، صفاء هادي ومسكرة من علي جاسم. انتصاف الشوط الأول، داخلين على الدقيقة 23. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، تعادل سلبي بين نادي القاسم ودهوك لحساب الجولة 16 من دوري نجوم العراق. إنيسو، الكرة الآن، اللاعب البوركيني، انطلاقة الآن، محاولة خطيرة كانت، القطع الآن،
حاول اللاعب لوكمبي، منذر العلوي حاول بالكرة، هوك، أحمد عادل، بيتر، تحضير، سيبنت، خطيرة 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 خطيرة، والإبعاد والبسك هذه المرة من علي جاسم. صفا هادي لاعب اللي اشترك، هذا عبد الغني شهد، المدرب اللي لاحظ كرة الأخيرة وبالسلامة. شادرك لوكمبي بالسلامة، لاعب الكنغولي. شوف اللقطة الماضية، حرة مباشرة، محمد سعيد، محاولة الآن قريبة، ابعاد من الدفاعات، شادرك يحاول، والتسديدة القوية تقود إلى الركنية. هذا إليسو لاعب البوركيني، عنده هدفين على نادي الموصل في المباراة اللي خسرها القاسم أمام الموصل بال3-2. لاحظ التحضير إليسو، لكن ركنية الآن. هذا علي ياسين، ركنية الآن. محمد سعيد يلعب الكرة، لكن القطع. ثلاث ركنيات لدهوك، ركنية واحدة لنادي القاسم السوري. الآن خالد كردغلي لاعب لأربيل ولاعب لنفط الوسط. سيف الدين ظاهر عيد الكرة، محمد سعيد، صفاء، دهوك، يوسف الإمام، عملية تحضير مع خادم الرسول، لاعب السنغالي، تحضير إلى الجهة اليسرى، محاولة المرور، منذر العلوي يحاول عملية تمرير، بيتر، فكرتها جميلة لكن تقطع من أحمد ناجي. راجع الكرة لعلي ياسين. ختام مباريات الجولة 16، موصل مع القوى الجوية. ابعاد لي الكرة والتماس، غير اليمني يوسف الحيمي إلى الجهة اليمنى، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، ابعاد من كرار علي. سيدريك وبعيدة، سهلة جدا لعلي ياسين. هذا الكاميروني فرانك سيدريك. بيتر جورجيز، تماس الآن لنادي دهوك. سيف الدين ظاهر، اعتقد لاعب للديوانية بفترة من الفترات، لاعب نادي القاسم. أحمد عادل، خادم رسول، تحضير لأحمد دهوك، تغيير على الطرف الأيسر، العماني منذر
دهوك العلوي تمريرة بن سودا، قوية، لكن علي جاسم يحصل الكرة. تمركز جيد وتسديدة كانت قوية من التونسي. لاحظ من العماني بن سودا يسارية قوية، لكن التمركز كان جيد لعلي جاسم. حارس مرمى نادي القاسم صفاء دهوك، أفضلية، أكثر وصول، أقرب للتسجيل. كرار علي يبعد الكرة، ضغط رهيب، حصار من نادي دهوك على نادي القاسم. كردغلي عالية وخطيرة، ولكن تصل لعلي جاسم. هذا اللاعب سامبو، لاعب السنغالي، ما كانت قوية، والتمركز جيد من علي جاسم. حارس مرمى نادي القاسم. يبقى القرمة طبعا والشرطة الأكثر انتصارا ب10 انتصارات، بينما نادي القاسم الفريق الوحيد بدورينا لم يحقق الانتصار لغاية الآن. أحمد عادل، خادم رسول يلعب الكرة لبيتر، بيتر جورجيس، أول سجل دهوك عن طريق جورجيس، بيتر جورجيس، والهدف الأول لدهوك. أول لدهوك. فرحة جماهير دهوك في ملعب النجف، وبالتالي بيتر جورجيس صاحب الرقم 7 ويصل إلى الرقم 7 بأهدافه، يصل إلى 7 أهدافه. شوف بن سودا بحركة لعب جميلة، جورجيس حاول يمر وهدف أول لنادي دهوك. بيتر جورجيس يصل إلى 7 أهدافه، هو بالرقم 7 ويصل إلى 7 أهدافه. أول لنادي دهوك، سجل دهوك عن طريق طبعا بيتر جورجيس. دفاعات نادي القاسم يعني تتحدث عن 30 دقيقة صمدت أمام نادي دهوك، وسجل دهوك عن طريق بيتر جورجيس. أحمد عادل يلعب الكرة، المحاولة الآن إبعاد من الدفاع. يا أخي يعانون كثير نادي القاسم، يعانون كثير. منذر العلوي، كردغلي، خالد سوري، تحضير، الله مرت على سيبند عقيل. انطلاقه الآن، محاولة علام حسن يحاول بالكرة، حرة مباشرة وخطأ. هذا علام حسن كابتن نادي القاسم، خطأ على أحمد عادل أو على صفاء باللقطة الماضية. حرة مباشرة، كرة اللعب، فرانك سيدريك داخل منطقة الجزاء، والقطع اعتقد إلى ركنية لنادي القاسم. قطع من السنغالي خادم رسول. هذا اللاعب شادرك لوكمبي، عالية الكرة، انطلاقة الآن، بن سودا، لكن القطع من كرار علي. تمريرة الآن، المحاولة كانت من يوسف الحيمي، لكن
تمرير الجهة اليسرى نشطة شغالة مؤثرة لنادي دهوك. العلوي يعيدها، أحمد عادل، بيتر صاحب الهدف خطيرة وهاي حصلها علي جاسم. هدف أول لدهوك عن طريق بيتر جورجيس، هو هداف الفريق ووصل إلى هدفه السابع الآن. لكن بالصدارة يبقى الأوزبكي تيميروف ب 12 هدف لاعب نادي أربيل، بعد ذلك كوكو ب 11 هدف لاعب الغراف، ثم يونس حمود لاعب الكرخ ب 10 أهداف. خادم رسول، يوسف الإمام، أحمد عادل لخادم، كرار يقطع الكرة، إليسو حاول حرة مباشرة ولا خطأ، هذا اللاعب البوركيني إليسو، أمامية الكرة سيمد عقيد إلى التماس، شادرك قريب بلوكمبي مع الكاميروني، فرانك سيدريك، محمد سعيد، والكرة إلى الركنية، ركنية الآن لنادي القاسم ليحاول أن يعدل. أحمد ناجي، نادي القاسم، أحمد ناجي حاول بالكرة بالركنية، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء وإلى ركلة مرمى. السلامة للكاميروني فرانك سيدريك. نادي القاسم الأكثر خسارة ب 14 خسارة، بينما الزوراء الأقل خسارة وحيدة. الحكم اللي يدير اللقاء محمد صادق. هاي قصة الهدف، بيتر جورجيس الرقم 7 يصل إلى هدفه السابع بتمريرة رائعة كانت من التونسي يوسف بن سودا، 77 إلى الرقم 7 بيتر، و7 أهداف لبيتر بدورنا. عبد الغني شهد تحدث عن 11 مباراة سابقة، 6 انتصارات، فاز على نوروز والنجف القوى الجوية وأمانة بغداد والميناء وديالى، تعادل 4 مرات مع النفط ونفط ميسان وزاخو والزوراء، وخسر خسارة وحيدة كانت من أربيل بالواحد 2، يعني 22 نقطة من أصل 33. كل نقاط دهوك كانت عن طريق المدرب عبد الغني شاه. كل يعلم دهوك واللقب الوحيد مع الجنرال باسم قاسم في 2009
وبطل الكأس في الموسم الماضي، والانطلاقة الآن والمحاولة، وبطل الأندية الخليجية في الختام. هذا القائد سجل طبعا سيف بن عقيد على القادسية بال2-1 يومها، سجل مع البرازيل اللي ترك الفريق مارلون. كرة بها الوسط، علام حسن يلعب الكرة، يوسف لاعب اليمني، تقطع الآن سيبن، أحمد عادل، كردغلي، العماني، العلوي، التحضير من سامبو، لكن القطع يوسف الإمام لاعب المنتخب الأولمبي العراقي، طبعا جاء من الدوري السويدي. يوسف يلعب الكرة، تحضير أحمد، تمرير بيتر، تقطع الآن انطلاقة من اليمني يوسف الحيمي، لكن راجعة لعلي ياسين. دوك سنصل إلى الدقيقة 40، تقدم بهدف أتى بالدقيقة 30 عن طريق بيتر غورغيس لنادي دوك على حساب نادي القاسم اللي يعاني. مناشدة للقائمين على المحافظة في بابل، الممثل الوحيد دعم نادي القاسم وإلا العودة إلى دوري الممتاز. بيتر غورغيس، الله، فاصل مهاري رائع بيسارية، لكن مرت من هذا المميز بيتر غورغيس. لاحظ مر أكثر من لاعب، واليسارية القوية إلى ركلة مرمى لنادي القاسم. هذا بيتر، علي جاسم أمامية، محاولة سلامة لعلام حسن كابتن نادي القاسم، خالد كردغلي، منذر العلوي، دوك، تمرير أحمد عادل، انطلاقة لبيتر غورغيس، راجع الكرة حرة مباشرة في مكان خطأ. محمد سعيد والخطأ، لاحظ كان تدخل، وأيضا سيف الدين ظاهر. مع السنغالي سامبو، بيتر غورغيس حرة مباشرة مع بن سودا، هذا من صنع الهدف الأول وبيتر من سجل. تلعبوا هذا بشيء الفائدة. هذا الوسط بيتر غورغيس من الأسماء المميزة، تواجد بالفترات الأخيرة مع أسود الرابدين. بيتر وبالجدار، ومرت هذه المرة، مرت إلى ركلة مرمى. كان التونسي بن سودا. جماهير دوك
حاضرة متواجدة في مدينة النجف الأشرف، مؤازرة الفريق. وهنا للخطأ، حرة مباشرة لفرانك سيدريك اللاعب الكاميروني. نادي القاسم حرة مباشرة، لاحظ خادم رسول لاعب السنغالي. علي حسن قريب يترك الكرة. نادي القاسم يحاول أن يعدل قبل نهاية الشوط، بعد من يوسف الإمام إلى التماس. أحمد ناجي والخطأ هذا على محسن، يطالب ببطاقة اللقطة الماضية. سنلعب في الوقت بدل الضائع. خطأ أخطر من الركنية. محمد سعيد مع أحمد ناجي لنادي القاسم، يبحث عن التعديل قبل نهاية الشوط الأول. محمد سعيد، نادي القاسم تلعب، ولكن المسك المحكم من الحارس علي ياسين، حارس مرمى نادي دهوك. سلامة، لاحظ كردغلي، راجع الكرة دقيقتين. يبقى التقدم لنادي دهوك بهدف عن طريق بيتر غورغيس. خادم يلعب الكرة، سيبن عقيد راجعة من هناك ليوسف، أمامية من علي ياسين. علي حسن يلعب الكرة لمحمد سعيد، محاولة الآن هجوم المرتد، الارتداد السريع. العلوي تمريرة لسامبو، خطيرة خطيرة خطيرة، والإبعاد من علي حسن. الانطلاق الآن وحرة مباشرة، قد تكون الكرة الأخيرة بهذا الشوط. على محسن مع يوسف الإمام. حرة مباشرة، إيلي يلعب الكرة. علي حسن أمامية قريبة جدا. نادي القاسم يحاول تمرير، سيف الدين والمحاولة، لكن صافرة الحكم محمد صادق تنهي أحداث شوط المباراة الأول. الشوط الأول ينتهي طبعا بتقدم نادي دهوك بهدف سجل عن طريق بيتر غورغيس على حساب نادي القاسم. ألتقيكم في بداية الشوط الثاني بعد فترة الاستراحة. إلى اللقاء.
فيها النيجيري والمتابعة لهذه الكرة، يناظر المرمى كوكو. الله الله، كوكو النيجيري فيديلس كوكو يسجل أول أهداف المباراة. الغراف وجمال الغراف، الناصرية وجمال الناصرية. اي والله اي والله، الغراف يتقدم بأول أهداف المباراة. حلوة 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 حلوة، مع أنه الكرة رايح إلى حارس المرمى وسام علي، ولكنها كانت بعيدة عن المتناول، كانت قوية وكانت زاحفة على يسار حارس المرمى. فيديلس كوكو النيجيري 8 أهداف الأسمراني. ضربة رأسية من جبار، مدافع فابريس وحارس المرمى، وهدف التعادل. جول! هدف التعادل لأسود العاصمة، هدف التعادل لأسود العاصمة بخطأ كبير، خطأ كبير في اللقطة الماضية. يتعادل فيها أمانة بغداد، يتعادل فيها أمانة بغداد، وبالتالي مراد بيك بابا جنوف يسجل ويدرك التعادل ويعود بالفريق إلى نقطة البداية تحت أنظار الجماهير. هدف مقابل هدف، هدف لأسود العاصمة. هكذا كانت الصورة وهكذا كانت اللقطة. هذه الكرة بدأت من مراد بيك، بعد ذلك جبار كريم، هنا العودة الخاطئة من سالمون، وبالتالي اعتماد من فابريس على حارس المرمى، وحارس المرمى اللي تقدم وبعد ذلك تراجع، ولكن المدافع فابريس هو اللي كان ينتظر خروج حارس المرمى، ولم يبعد الكرة الماضية لتستغل بأجمل استغلال، ليودع الكرة داخل الشباك. الأوزبكي اللاعب الأخطر اللي في المباراة من جانب أمانة بغداد يدرك التعادل، وفرحة المدرب والكادر التدريبي. يريد العودة للعاصمة بنقاط المباراة وبنقاط. الله الله، أسود العاصمة بهدف ثاني باختيار قاسموف بكرة قوية، وفرحة أحمد خلف وفرحة وسام طالب واللاعبين. الجميع يفرح بهذا التقدم بهدف ثاني. هنا بهذه الكرة تحتسب ركلة الجزاء، وهنا التنفيذ بقوة على يمين حارس المرمى، مع المحاولة التي كانت لحارس المرمى، ولكنها كانت قوية من قاسموف باختيار إلى هدفين. هل يسجل فيديلس كوكو؟ الله الله، الغراف، جمال الغراف وروعة الغراف وعودة الغراف بكبرياء الغراف بحضوره بجماله. الله 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 على الغراف. كوكو في وسط المرمى ليسجل ثاني أهدافه من خلال هذه المباراة. هو عندما يظهر يسجل على هدفين، سجل هدفين في مرمى النفط وسجل هدفين في مرمى النجف.
بترقب باختيار الزاوية. فيدلس النيجيري لهدف ثالث. الغراف يفعلها أو لا؟ الغراف وجول ثالث. هاتريك وفرحة الأنصار. الله على المباراة، الله على الغراف وما يفعل الغراف وجمال الغراف وأمور الغراف وانتصار الغراف وكل ما يفعل الغراف من خلال هذا الموسم ومن خلال هذا اللقاء. الله على كرة ثلاثية من ثالث ركلة جزاء. فيدلس كوكو النيجيري يسجل. تقطع الكرة، بعد ذلك ترسل للأمام. المدافع أقرب للكرة ديوري، تقطع الكرة ولا تزال الخطورة. جول لأربيل، هدف لأربيل عن طريق الهداف تيميروف، يسجل أول أهداف في المباراة. ومن خلال هذا اللقاء، من خلال هذه المباراة وهذا اللقاء، يسجل أول أهداف هذه المباراة شيرزود تيميروف الأوزبكي. هنا الكرة الماضية، وبعد ذلك كانت مطالبة بخطأ من مصطفى رميض بالمرة الأولى. هنا كرة كريستوفر جون، الكرة العرضية والرأسية إلى داخل الشباك ليتقدم أربيل بأول أهداف هذه المباراة. أول أهداف هذا اللقاء، هدف مقابل لا شيء الآن، هدف عن طريق تيميروف يصل للهدف الثاني عشر من خلال هذا الموسم. اي نعم، مصطفى رميض، كرة أمامية ليونس، استلام جميل، الكرة للتعادل. الله الكناري بعودة بضغط كبير. بعد هذا الضغط المتواصل بالنسبة لفريق الكرخ، يصل لهدف التعادل عن طريق حسين زياد بكرة استلمها صح. يونس حمود هو اللي استلمها صح، وترويض كان أكثر من رائع للكرة الماضية. سدد الكرة، اصطدت بالدفاع، ومن ثم المتابعة كانت حاضرة. شوف هذا الاستلام الجميل، الاستلام الرائع بالنسبة ليونس حمود اللي فتح الطريق ومهد الطريق بالنسبة للقادم من الخلف حسين زياد ليدرك التعادل ويضع الكرة في المرمى. تكون المباراة الآن فيها نقطة لكل فريق. المباراة حبايب الآن، المباراة عادت. وسام رزق مدرب نادي زاخو، وبالنسبة للنجاح جول أول للغزلان. لنبدأ بداية جديدة وننسى ما مضى ونصنع تاريخ جديد وحكاية جميلة. هنا غزلان البادية والهدف الأول بالدقيقة الأولى. الله على هدف يا رضا رضا فاضل يسجل هدف ولا أروع. باكورد، يا ساتر. هنا الهدية للمدرب الجديد قحطان شتير بأول لقاء يقوده. الله علي كاظم يشاهد، ورضا فاضل حطها بالجول. علي كاظم يشاهد، ورضا فاضل يسجل أول أهداف اللقاء بباكورد ولا أروع. مباغتة للتو نتكلم عن تشكيلة الفريقين، ما أعطانا مجال. كرة لا زالت من اليمين، هذه انطلاقة، عملية سحب الكرة لا زالت، واليسارية السريعة الآن. الله، هنا أبناء الخابور. أسامة رشيد
البعيد من الشمال إلى الجنوب. تكلم أبناء الخابور ويسجلون هدف التعادل بمرمى الغزلان بالدقيقة 43. يسجل زاخو هدف التعديل بعد البطاقة الحمراء الذي تعرض لها فريق النجف، وبعدها بثواني قليلة يسجل هنا زاخو. تمريرة بدأت من الألماني أندري، على اليمين كانت مرور ولا أروع، ووقف عليها اللاعب شبر علي. تمريرة سريعة، استلم، يتوغل، صوب، سجل هدف. ولا أروع ولا أروع ولا أروع باللقطة الماضية. ننتظر الآن، نشاهد الآن، ننتظر الآن أبناء الخابور يشعلون هذه المنافسة. وأي شوط أول فيه هدفين، بداية للغزلان ونهاية لأبناء الخابور. لمصلحة اللاعب آليو آدم يمرر. تمريرة لا زالت الآن، زاخو داخل منطقة الجزاء، خطيرة الكرة، جول ثاني لأسو رستم، يسجل الثاني لزاخو بالدقيقة 48. أبناء الخابور بكرة مباغتة يسجل من خلالها زاخو ثاني أهدافه بهذا اللقاء. بداية مبكرة بالشوط الثاني لأبناء الخابور، ووسام رزق الآن يتنفس الصعداء. الله 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 الله. أبناء الخابور يقلب الطاولة على غزلان البادية. البطاقة الحمراء ماذا صنعت يا رضا فاضل؟ البطاقة الحمراء ماذا قدمت؟ وكرة أبعدت، وآسو رستم القادم من نوروز يسجل ثاني أهداف زاخو بشباك النجف. الدقيقة 48 يسجل زاخو بهذه اللحظات. وأي بداية للشوط الثاني، وأي بداية لأبناء الخابور. البواس تمرير، أتيبة خطيرة الله. أتيبة جول للشرطة. عجيبة. هذا لسان حال أتيبة. سجل الشرطة القيثارة بهدف. حلوة سوريا لكاميروني. لاحظ أتيبة الكاميروني بهدف رائع، يصل إلى هدف السابع بدورينا. كريستيان أتيبة الكاميروني سجل الشرطة عن طريق أتيبة. البواس انطلق. ثاني للقيثارة العقيد. الله. البواس نظرة من حسن أحمد، وبالتالي هو ما محتاج للهدايا. مدافع نفط ميسان، وبالتالي البواس العقيد بهدف جديد. لاحظ الانطلاقة، انطلق البواس ثاني للشرطة، للعقيد، للبواس. وشكلين ما بحكي. البواس بهذا الهدف ثاني للشرطة، هدف 70. الهدف 70 للبواس كأفضل خامس أفضل هدافين الشرطة، مع أربيل والقوى الجوية والقرمل
كرة وجول. هدف 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 لفرسان المملكة نفط ميسان بهدف عن طريق طبعا البديل لرضا محمد حاتم. هدف 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 أول هدف أول. لاحظ لاحظ لاحظ. الله، حلوة 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 من رضا محمد بشباك الشرطة. ومحاولة، هل نرى من خلالها الهدف الأول، هدف الانتصار؟ هل يأتي من هذه الكرة عالية من ماكنزي، الرأسية من طرقات، الله! أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، أجد تحية معكم ويسرني أن أنقل لكم الشوط الثاني لمباراة ناديي القاسم ودهوك لحساب الجولة 16 طبعا من دوري نجوم العراق موسم 25-26. لمن التحق بنا الآن طبعا نادي دهوك أنهى الشوط الأول متقدم بهدف سجل عن طريق بيتر غورغيس بالدقيقة 30. إذن صافرة الحكم محمد صادق وبداية شوط المباراة الثاني. نادي دهوك سيلعب على يمين الشاشة بالزي الأصفر، بينما نادي القاسم بالأبيض. والهجوم الآن العماني المنذر العلوي في بداية الشوط. إذن فريق الضيف نادي دهوك يلعب طبعا ب علي ياسين بحراسة المرمى، بينما خط الدفاع سيبند عقيد، خادم رسول، يوسف الإمام وخالد كردغلي. بالوسط بيتر غورغيس، أحمد عادل صفا، هادي المنذر العلوي، بالمقدمة سامبو ويوسف بن سودة. هكذا يبدأ مدرب الفريق السيد عبد الغني شهد، بينما السيد جعفر طالب مدرب نادي القاسم يجري تغيير وحيد بخروج اللاعب شادرك لوكيمبي ويشرك اللاعب عبد الخالق محمد. إذن بالرقم 85 عبد الخالق محمد. وعلى ذلك يكون تشكيل نادي القاسم: علي جاسم بحراسة المرمى، خط الدفاع محمد سعيد، علي حسن، كرار علي، أحمد ناجي. بالوسط سيف الدين ظاهر، إليسو، يوسف الحيمي، وكذلك اللاعب عبد الخالق محمد. وفي المقدمة علام حسن وفرانك سيدريك. انطلاق الآن من الكاميروني سيدريك والسحب والبطاقة حاضرة، أكيد البطاقة على خالد كردغلي. حرة مباشرة والخطأ، هذا الكاميروني وبطاقة. بطاقة صفراء هذه المرة على خالد كردغلي. لاحظ عملية السحب، اللاعب السوري مدافع نادي دهوك. طاقم تحكيم اللقاء: محمد صادق، ولا حسين، محمد تشاسب، ومحمد علي فدعوس، وفي الفار علاء سلام وجهاد عطية، المقيم السيد عبد الكريم سعد. حرة مباشرة الآن، إليسو قريب، إليسو لنادي القاسم، عالية والرأسية لكن سهلة لعلي ياسين حارس المرمى. على محسن حاول بالكرة الماضية، لاحظ هل هناك كان تسلل اللقطة الماضية؟
هذا علاء محسن، وهنا علي ياسين حارس المرمى. وضعية الفريق ندهوك بالمركز 11 ب 22 نقطة، القاسم المركز الأخير وبنقطة وحيدة. يبقى القرمة في الصدارة 33 نقطة، أربيل 32 والشرطة ب 32 نقطة. كرة اللعب من اليسار، المحاولة الآن لنادي القاسم. خالد كردغلي حاول بالكرة إلى الوسط لأحمد عادل، الانطلاق الآن المنذر العلوي يحاول بالكرة، العماني عالية داخل منطقة الجزاء، المحاولة وتصل للحارس علي جاسم. هذا علي جاسم حصل الكرة. قاسم والحضور الأول لهذا الفريق كان في موسم 2020. سنتحدث بعد هذه الكرة سهلة جدا، الكرة الماضية من علاء محسن، أو كان هنا اللاعب محمد سعيد حاول. في 2020 تواجد نادي القاسم وحصل على المركز 15. كان يومها المدرب الدكتور جاسم جابر، وكان معاه المدرب المساعد الآن طبعا جعفر طالب وقاسم جلعوط لاعب فريق النجف السابق. هاي الأسماء اللي أوصلت الفريق إلى دوري الممتاز، وبعد ذلك سمي دوري النجوم. لكن القاسم يعاني الآن. اسماء تدريبية مرت على نادي القاسم، تتحدث عن شاسب سلطان، وأيضا المميز السوري أيمن الحكيم بنتائج مميزة كان في الموسم الماضي. تصور عزيزي المشاهد نادي القاسم كان 10 الترتيب ب 52 نقطة مع السوري أيمن الحكيم اللي يقدم مستويات رائعة الآن مع نادي الكرخ، وهو في المركز السادس حاليا وب 28 نقطة. مدرب القدير أيمن الحكيم. السلامة لسيبند، سيبند عقيد بالسلامة. احتكاك ومع سيف الدين ظاهر باللقطة الماضية. هذا سيبند توك يبحث عن النقاط الثلاث، وهذا ما اتكلم به السيد عبد الغني شهد. نعرف امكانيات نادي القاسم ونطمح للنقاط الثلاث في هذا اللقاء. سيبند خالد كردغلي اللي حصل على بطاقة، راجع الكرة أمامية، المحاولة ابعاد من أحمد ناجي، تصل للاعب عبد الخالق محمد. هذا عبد الخالق محمد، نظرة من عبد الغني شهد. طبعا كان مدربا للنجف وللزوراء ولكربلاء وللطلبة، وأيضا مدرب للمنتخب الأولمبي العراقي في 2016 في البرازيل ريو دي جانيرو، وكذلك عمل مدرب للمنتخب الوطني العراقي. ال 22 نقطة لدهوك كلها لهذا المدرب اللي أتى طبعا خلفا للبرازيلي فارياس. اللقطة الماضية العماني
منذر العلوي لصفاء هادي، لعب للزوراء والقوى الجوية والشرطة والميناء، وكان احتراف بالدوري الروسي، وكذلك احترف في الدوري الإيراني مع تراكتور السازي. لاعب الدولي السابق صفاء هادي. عبد الخالق هذا صاحب الهدف. جورجيس يلعب الكرة خطيرة 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 خطيرة، ثاني ربما داخل منطقة الجزاء. العلوي بالعارضة وإلى الركنية، خطيرة كانت. سامبو السنغالي ضاعت على نادي دهوك. شوف العارضة والعلوي، هنا سامبو منذر العلوي، الإبعاد كان من علي حسن إلى ركنية. هذا المنذر العلوي. بيتر جورجيس. دوك يبحث عن هدف ثاني ليؤمن النتيجة. أمامية الكرة عالية، والإبعاد هنا راجع لي صفا لاعب اللي اشترك. كرة خطيرة ومرت إلى ركنية أخرى. ضغط من دهوك. الإبعاد كان من علي حسن. لاحظ الكرة الخطيرة اللي مرت، العارضة أنقذت مرمى نادي القاسم من هدف ثاني، لكن دهوك نوايا واضحة، يبحث عن هدف ثاني لتأمين النتيجة. ضغط من دهوك. قائمين على نادي القاسم، قائمين على المحافظة. طبعا بابل إذا لم يتدارك الموقف فنادي القاسم سيودع دوري النجوم. كانت هناك اتصالات طبعا مع مدربين، الكابتن حمزة هادي، الكابتن كاسب سلطان، لكن الجميع يبحث عن فرص النجاح، عن توفير السيولة المالية للفريق. فريق بهذه الوضعية سيعاني كثير. مركز 20 بنقطة. كرة اللعب طالت هذه المرة إلى ركلة مرمى لنادي دهوك. دهوك خارج ملعب 7 مباريات، فاز مرتين طبعا على نادي نوروز وعلى القوى الجوية بال2-0، تعادل مرتين مع نفط ميسان 2-2 ومع زاخو بال1-1، وخسر 3 مرات من الشرطة 0-2، من الطلبة 1-2، ومن أربيل 1-2. يعني من أصل 7 مباريات 8 نقاط حصل دهوك خارج ملعبه. أمامية الكرة على حيث تلعب محمد سعيد، وأنصار نادي القاسم يعني حزينين غير سعداء بوضعية الفريق وبالنتيجة وبالنتائج. حاول بالكرة خادم رسول، دهوك تمرير على الانطلاقة. المنذر خطيرة، لكن يبعد من الدفاعات. كرار علي لمحمد سعيد، حرة مباشرة والخطأ. حرة مباشرة والخطأ. صراع
مع بن سودة. كردغلي حصل على بطاقة صفراء. أحمد عادل تمرير سنغالي سامبو، والفكرة كانت جيدة لكن إلى ركلة مرمى. كل يعلم دهوك الموسم الماضي هو بطل كأس العراق وبطل الأندية الخليجية، يشارك به الآن زاخو، من هذا التوفيق وأن يصل زاخو إلى المباراة النهائية وإلى اللقب في الأندية الخليجية. هو واصل إلى النصف النهائي. سيف الدين ظاهر خطأ، حرة مباشرة. هذا بن سودة، دوك على ملعبه حصل 16 نقطة من أصل 24، 8 مباريات. دوك فاز 4 مرات، 1-0 على النجف وأمانة بغداد وديالى والميناء. تعادل مرتين ب0-0 مع الزوراء والنفط، وخسر مرتين على ملعبه من القرمة ومن الكرخ. من القرمة طبعا 0-1 ومن الكرخ 2-3. هذا أحمد ناجي وكان بصورة المنذر. 60 دقيقة، ساعة من اللعب. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، يبقى التقدم لدهوك بهدف عن طريق بيتر غورغيس، أتى بالدقيقة 30 على حساب نادي القاسم. بيتر تمريرة إلى المنذر، تحضير سامبو السنغالي، المحاولة الآن والراية. الراية حاضرة. هذا محمد شاسب، طبعا من عائلة تحكيمية، والد الحكم السابق شاسب نعيم، رئيس لجنة طبعا حكام ميسان الآن، وعنده أشقاء أيضا حكام. عائلة تحكيمية بالنسبة لمحمد شاسب نعيم، اللي نتمنى له التوفيق على خطى الوالد الحكم السابق شاسب نعيم. بيتر يلعب الكرة، خادم رسول نادي دهوك، تمرير لأحمد عادل، سامبو تمريرة، بن سودة العلوي، خطيرة خطيرة خطيرة، الله حلوة حلوة من علي حسن. عيد الكرة لعلي جاسم بشكل رائع. دهوك الموسم الماضي كان 7 الترتيب ب57 نقطة، بعد الشرطة البطل والزوراء وزاخو والطلبة والقوى الجوية والنفط. لقب وحيد لنادي دهوك كان عن طريق باسم قاسم في موسم 2009، بينما هنا جعفر طالب بمواجهة عبد الغني شهد مدرب نادي دهوك. كرة اللعب، محاولة الآن، منذر العلوي، حرة مباشرة والخطأ بالسلامة. السلامة للعماني
جولة 16. دوك سيواجه الكهرباء طبعا في بغداد بحساب الجولة القادمة جولة 17، بينما نادي القاسم سيواجه النجف هنا على هذا الملعب. النجف مع القاسم، ديرب القاع. نجف الفريق الكبير أيضا ب7 نقاط، مركز 19. مركز 18 الكهرباء 8 نقاط، بعد ذلك النجف 7 نقاط، مركز 19. المركز الأخير القاسم بنقطة. ختام مباريات اليوم للجولة طبعا 16. النفط مع الزوراء، وزاخو سيواجه الميناء. بيتر يلعب الكرة، بن سودة واضح دوك، يعني عملية البحث مستمرة عن هدف ثاني ليؤمن النتيجة، لكن الكل يعلم في كرة القدم 1-0 نتيجة غير مضمونة غير أكيدة، ممكن العودة للفريق المقابل. لكن العلوي تحضير مع سامبو مرة أخرى. أحمد يلعب الكرة، أحمد عادل راجعة لسيبند. نادي دوك سيبند عقيد داخل منطقة الجزاء، عملية تحضير لكن الإبعاد هذه البرة من كرار علي. ضغط دوك رهيب، استحواذ، أكثر وصول، أكثر انتشار، إبعاد من الدفاعات. هذا اللاعب البديل عبد الخالق. محمد حاول يبعد الكرة، عملية تحضير. بيتر تمرير مع صفاء هادي، دهوك كردغلي، خطيرة عالية ولكن مسك جيد من علي جاسم. يعني 1-0 على وضعية نادي القاسم ومعاناته، اعتقد يعني لغاية الآن يقدم مباراة جيدة. حرة مباشرة ولا خطأ؟ خطأ على خالد كردغلي اللي حصل بطاقة صفراء مع نفس اللاعب. حرة مباشرة. لاعب البوركيني إليسو، هذا اللاعب الوحيد اللي مسجل من اللاعبين المتواجدين بنادي القاسم، عنده هدفين على الموسم من الأهداف الأربعة. اللاعب الآخر بدكة البدلاء على ما أعتقد محمد علي عطية. طالت الكرة إلى التماس، سامبو السنغالي، هذا بن سودة، يوسف بن سودة لاعب التونسي، لعب لإربيل وسجل على إربيل هذا الموسم. الانطلاق الآن على تمرير محمد سعيد والخطأ. حرة مباشرة، هذا اللاعب اليمني يوسف الحيمي، لاعب نفط ميسان السابق، لاعب نادي القاسم يوسف. بينما هنا أحمد ناجي، حرة مباشرة
أحمد ناجي، عالية داخل منطقة الجزاء وتصل لعلي ياسين حارس المرمى. علي يلعب الكرة مع كردغلي، دوك وعملية البحث عن الهدف الثاني. اعتقد رسول فاضل وكريم درويش لاعب اللبناني. عملية التحضير بيتر بن سودا وخطيرة والكرة إلى ركنية. تغيير الآن، رسول فاضل اليمني يترك المباراة. يوسف ويشترك اللاعب مسلم عقيل بصفوف نادي القاسم، لاعب الواضح بالصورة. منذر العلوي ترك المباراة ويشترك اللاعب رسول فاضل. سامبو السنغالي ترك المباراة لكريم درويش. لاعب اللبناني هدفين على الكرخ وعلى أربيل، صاحب 27 سنة، موسم جديد وثاني مع نادي هوك. علي جاسم حصل الكرة، أحمد ناجي أمامية، انطلاقة، محاولة داخل منطقة الجزاء، ومسلم عقيل لاعب اللي اشترك منذ دقائق. مسلم عقيل تسبع عليه طبعا. لاحظ لمسة يد اعتبرها الحكم محمد صادق. لو مسجل كان أسرع بديل طبعا يسجل مسلم عقيل، لكن الخطأ عادت الكرة. خادم قريب، علاء يحاول الانطلاقة الآن، الرأسية خطيرة خطيرة خطيرة. فرانك سيدريك الكاميروني بفرصة، أخطر كرة لنادي القاسم. أحمد ناجي حاول يلعب الكرة، عادت الآن، تمرير مع رسول، الانطلاقة بن سودة حرة مباشرة، والخطأ هذه المرة يوسف بن سودة، والبطاقة على أحمد ناجي، بطاقة صفراء على أحمد ناجي. جعفر طالب، أعتقد النتيجة لغاية الآن بهذه الوضعية، بالأمور الصعبة، بالأمور الإدارية المالية الفنية جيدة. هاي محاولة سيدريك الكاميروني على مرمى نادي دوك. 1-0 أعتقد يعني مقبولة لنادي دوك. اللبناني درويش، كريم درويش عنده هدفين على الكرخ واربيل، ولعب للأنصار اللبناني. أحمد عادل وبيتر
أحمد يلعب الكرة، ابعاد من الحارس علي جاسم اعتقد إلى الركنية. ركنية لنادي دهوك. دهوك يحاول على مرمى نادي القاسم. هذا أحمد عادل، لاحظ بعد جيد من علي جاسم. دوك وعملية البحث عن الثاني. بيتر عالية وخطيرة خطيرة لكن على العارضة، بعيدة الكرة إلى ركلة مرمى لنادي القاسم. لاحظ حاول بالكرة أحمد عادل، هاي المرة الأولى اللي أنقذ بها علي جاسم المرمى. محمد سعيد يحاول يلعب الكرة، بيتر يمر قرقيس هداف الفريق ب7 أهداف، صاحب الهدف الوحيد ليأتي بالدقيقة 30 من عمر اللقاء، بيتر قرقيس. كرة اللعب، درويش يلعب الكرة، سيبان أحمد عادل، الله يمر من لاعبين لدرويش، بيتر قرقيس لكريم درويش، حاول لاعب اللي اشترك مع دهوك والابعاد. ثاني بنيران صديقة ثاني لدهوك. كرار علي في شباكه، فرحة جماهير صقور الجبال. هدف ثاني طبعا كرار علي بنيران صديقة لنادي دهوك. لاحظ درويش لعب الكرة، يا كرار يا علي، كرار علي بنيران صديقة بمرمى نادي القاسم. ما سجل دهوك، سجل المدافع بنيران صديقة. ثاني الأهداف الآن لنادي دهوك بمرمى القاسم، 2-0 الآن. فرحة عبد الغني بهذا الهدف، 2-0. كرار علي يسجل في مرمى. يحدث هذا في مباريات كرة القدم، أمور أعتقد أصبحت صعبة جدا على نادي القاسم. انطلاق الآن من اليمين إلى الركنية. هذا اللاعب مسلم عقيل، اللاعب اللي اشترك بشوط المباراة الثاني. هذا كرر سجل في شباك فريقه. بيتر قرقيس عالية، ضاعت هذه الكرة. السنغالي خادم رسول عنده هدف على زاخو في مباراة 1-1، حاول بهذه الكرة. اثنين صفر. في الموسم الماضي حدثت هذه النتيجة لدهوك يوم سجل لاعب الشق البحري واللاعب كريم درويش. هنا كريم يعني اللاعب اللبناني سبب بهذه الكرة. تغيير آخر، علاء محسن
يترك المباراة مع سيف الدين ظاهر. عبد الله باسم يشترك، ويشترك أمير حسن. ورقتين أخرى يدفع بها المدرب جعفر طالب، مدرب نادي القاسم. عبد الله باسم يشترك، ويشترك أيضا لاعب أمير حسن. كردغلي انطلاقة الآن، محاولة لرسول، حرة مباشرة والخطأ لنادي القاسم لأحمد ناجي. حاول رسول، هذا أحمد ناجي. 80 دقيقة. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، التقدم لتوك بهدفين مقابل لا شيء على حساب نادي القاسم. الأهداف سجلت عن طريق بيتر غورغيس، واللاعب كرار علي المدافع خطأ في مرمى. محمد قريب، بيتر يلعب الكرة، حرة مباشرة والخطأ وبالسلامة. عبد الخالق محمد بالسلامة، اللاعب اللي اشترك كبديل. محمد صادق اعتقد أدار مباراة جيدة. توكس سيصل إلى النقطة 25، وسيترك المركز 11. هذا الهدف. كريم درويش وكرار علي خطأ في مرمى. توك يترك المركز 11 ويكون تاسع بعد زاخوة طبعا بال25 نقطة. يعني 25 نقطة مع عبد الغني شهد لغاية الآن. عبد الغني سيصل إلى الانتصار السابع مع دهوك. سلامة لعبد الخالق محمد، لاعب البديل كريم درويش مع بيتر. جعفر طالب سيشرك طبعا ورقة أخيرة ربما إذا ما كمل عبد الخالق، ولاعب بديل طبعا اشترك بالشوط الثاني والآن يعاني من إصابة. سيبن بيتر، تمرير الآن، تقطع الكرة من علي حسن بالوسط. عبد الله باسم، الانطلاقة من هناك. القاسم ممكن يعني سقط الحارس وسقط ايضا زعلان على نفسه. مسلم عقيل البديل في واحدة من اللقطات الطريفة. شوف الآن، شوف مر من الحارس، سقط علي ياسين وهو سقط مسلم بهذه اللقطة. لاحظ كانت فرصة لمسلم، لاعب شاب. محمد يعيد الكرة، كرة بها الوسط،
تمرير الآن، درويش ينطلق، دوك محاولة قطع من محمد سعيد، حاول يلعب الكرة، مسلم يلعبها، طالت الكرة، حاول فرانك سيدريك مرتضى قصاد بديلا لعبد الخالق محمد، يشترك مرتضى بصفوف نادي القاسم، ركنية الآن صفا هادي، كرة اللعب محمد سعيد لنادي القاسم بعاد من الدفاعات، درويش ينطلق، كريم درويش انطلاقة لدهوك، تمريرة لرسول، فاضل رسول، والكرة ثالث لكن الراية والتسلل. هذا محمد تشاسب نعيم. لاحظ اللقطة الماضية، بن سودة والراية والتسلل على نادي دهوك. تبقى 2-0 لغاية الآن. الفار ننتظر الفار. هل هناك شيء؟ حديث مع علاء السلام وجهاد عطية. ننتظر القرار من غرفة الفار. الحكم محمد صادق. بيتر جورجيس بالانتظار. هل هناك تأكيد للهدف؟ أم الراية والتسلل؟ عبد الغني شاد يحضر لاعب. مصطفى نواف. بانتظار التأكيد. حلوة لي هذه جماهير دهوك، مسافات طويلة والوصول والحضور إلى النجف. وهل هناك شيء؟ هدف 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 يعتمد لدهوك. بيتر جورجيس ثالث الأهداف، الثاني الشخصي بهذا اللقاء لبيتر جورجيس، يعتمد الهدف. تغيير الآن. بيتر جورجيس سيترك المباراة. بيتر لاحظ اللقطة الماضية، وبن سودة هنا التمريرة كانت من رسول إلى بن سودة، وبيتر جورجيس بهدف الثالث. ثالث لدهوك، وهدف ثالث لصقور الجبال. ثالث الأهداف، يعتمد الهدف 3-0. بيتر جورجيس يصل إلى هدف الثامن. طالت الكرة، ثلاثة صفر لغاية الآن. تماس الآن لنادي القاسم. أحمد ناجي، سيدريك راجع الكرة،
خطيرة الرأسية ولكن إلى ركلة مرمى. إذن بن سودة وبيتر جورجيس تركون المباراة لمصطفى نواف ولصديق جمال. حاول المدرب طبعا عبد الغني شاهد بعد الاطمئنان على النتيجة، التقدم ب3 أهداف، 3 نقاط جديدة، يريح اللاعبين. صديق جمال ودرويش وإلى ركنية. كريم درويش شوفوا دهوك 3-0 ويبحث عن الرابع. اللقطة الماضية ركنية الآن لدهوك، الثواني الأخيرة على عمر اللقاء، 3-0 لغاية الآن. أحمد عادل لرسول، ابعاد من الدفاعات، سيبن عقيد، خادم رسول، عيد الكرة مع يوسف الإمام، 3 دقائق كوقت بدل ضائع، 3-0 لغاية الآن لدهوك. طبعا هدفين لبيتر جورجيس وهدف بالخطأ بنيران صديقة كانت من المدافع كرار علي بمرمى. حرة مباشرة وخطأ، هذا اللاعب عبد الله باسم، لاعب اللي اشترك بشوط المباراة الثاني مع نادي القاسم. حرة مباشرة نادي القاسم، عالية، عاد من علي ياسين وبالسلامة. سلامة لعلي ياسين حارس مرمى نادي دهوك. نقطة 25 لدهوك، يصبح 9 الترتيب. يا عبد الغني شهد ستكون طبعا مركز الثامن زاخو 26، دهوك سيصبح 25 مركز 9 وسيترك المركز 11. صفاء هادي كان بالصورة، أحمد ناجي، صفاء قريبة جدا، حاول رسول يلعب الكرة، مصطفى نواف، تمرير الآن، هادي، مصطفى، صفاء حاول مرة أخرى الانطلاقة، فرانك سيدريك، لكن متابعة كانت من كردغلي. صديق جمال يلعب الكرة، كردغلي مع علي، الثواني الأخيرة على عمر اللقاء، هذه اللقطة الماضية، ولخادم. سيبنت قريب. إذا صافرة الحكم محمد صادق تنهي أحداث هذا اللقاء. دهوك 3 طبعا لا شيء نادي القاسم. أهداف نادي دهوك سجلت عن طريق طبعا بيتر جورجيس، هدفين وهدف لكرار علي خطأ في مرماه. مبروك لنادي دهوك، هارد لك لنادي القاسم. التقيكم مباريات قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.